وانا بحب الجاكيت ده قوي. شايفين شكله؟ اعمل لكم فيديو تاني برضو اعادة تدوير وناعم وحلو قوي. انا وحشني الشتاء ونفسي بقى الشتاء يدخل، نعمل كده مع بعض جمهور يكون اكتر وعي، نعمل دولاب صح للشتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم جميعا. دي قناة تاكسي ومعاكم شيماء. هقولك النهاردة على افكار بدون ما تصرفي فلوس كتير، يعني هتعيدي ترتيب وتبني دولابك كده للشتاء بشكل صح. خليكي يكون عندك عدد اطقم كتير جدا في دولابك، ويلا بينا على الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو كده في كلمتين عايزه اقولهم ليك. لو انت مش عايزه تسمعي الكلمتين دول ونبدا في الفيديو على طول، في دقيقه هتظهر هنا دلوقتي، هي دي اللي هتروحي لها عشان تبتدي الفيديو من هنا. انا اتمنى والله ان انت تسمعي الكلمتين دول فعلا في الاول كده. بصي يا ستي، الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم لك دول وهما ان انا ان شاء الله عايزه بعد كده اعتمد معاكم في الفيديوهات بتاعتي اللي جايه. هو اكيد ده كان موجود برضو، بس عايزين نكون هو ده الاكتر، وهو عن الواقعيه في الحاجات اللي احنا هنجيبها ونستخدمها. ما يكونش بس الموضوع عباره عن عرض وطلب، يعني مش عايزين نكون الفيديوهات مجرد حاجات بس احنا بنشتريها وبنفرجها لبعض، بنشوف المشتريات دي ايه والمنتجات دي عباره عن ايه، مجرد بس فرجه مش اكتر من كده. هي الفيديوهات دي هتكون موجوده بس مش كتير، كنوع من انواع الترفيه التسليه، لكن في الفيديوهات الاستهلاك، التبذير، الشو، الشراء، الحاجات دي كلها عايزين نقلل منها شويه، ونعمل كده مع بعض جمهور يكون اكتر وعي. ما يكونش مستهلك، ما يكونش مبذر قوي، جمهور ناصح وعارف ايه هي الحاجات فعلا اللي هو عاوز يجيبها، وايه الحاجات المهمه واللي هتفيده، عشان ما تبقاش بس كلها حاجات مرهقه ماديا لينا ولجيوبنا من كتر الفرجه اللي احنا بنتفرج عليها. كل اللي في دماغنا بس ان احنا نفتح فيديوهات ونتفرج على لبس وشراء ومنتجات فيهم اصلا حاجات كتير جدا احنا ما بنبقاش محتاجينها ولا عايزين نستخدمها. اغير من نمط حياتي واسلوبي شويه، حتى لو كان في الحاجات البسيطه اللي انا بقول لكم عليها دي. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون مؤثره فيكم فعلا بشكل واعي اكتر، يعمل جمهور اكبر، علشان الفكره اللي انا نفسي اوصلها للناس توصل لناس اكتر من كده بكتير. وندخل بقى في موضوع النهارده، وهو هنعمل دولاب صح للشتاء. ايه اللي محتاجاه فعلا وناقصك في لبسك؟ ايه الجو عندنا في البلد اللي احنا عايشين فيها علشان اجيب له اللبس المناسب ليه، مش مجرد حاجات موضه وحاجات ترند نزلت الوان جديده عايزه اجيب منها وانا ممكن ما اكونش محتاجه القطع والحاجات دي. اول حاجه قررت ان انا هعملها ان انا مش هشتري لبس شتوي لكذا سبب. اولهم ان الشتاء بقى ضعيف جدا، يعني تقريبا ما ببردش غير وانا قاعده في البيت، فمش هكون محتاجه لبس شتوي تقيل قوي زي الجواكت بقى، بلطان. انا اصلا عندي منها كذا واحد ويمكن ما اكونش بلبسهم كتير. لو جم في الشتاء كده يومين 3 برد يبقى كده ربنا كرم من واسع. بصوا، هو انا انسانه شتويه جدا، بحب الشتاء، بموت في حاجه اسمها شتاء يعني بس انا بتمنى الشتاء اللي هو التلج التقيل، البرد الجامد القارس ده. الواحد بقى ايه، يستمتع بالجو الشتوي اكتر، يسافر كده في بلد من البلاد اللي فيها تلج. انا اتمنى ان شاء الله ان انا اسافر في يوم من الايام، حاسه ان ده هيحصل في يوم من الايام، ان انا اسافر في بلد زي دي واقضي الشتويه بقى هناك. ساعتها الواحد هيستمتع فعلا باللبس الشتوي، ويلبس بقى اللبس اللي هو نفسه فيه. ولكن علشان احنا هنا قريبين من خط الاستواء، موضوع فكره اللبس الشتوي فعلا بقت رخمه قوي في الشتاء. وكمان الشتاء ما بيطولش معانا، يعني كبيره قوي بيقعد معانا 3 شهور. فانتي بقى اللي بتسمعي الفيديو دلوقتي، لو انتي حال بلدكم زي بلدنا هنا كده في مصر، الجو نفس الجو، فانتي هتتبعي الافكار اللي انا هقولك عليها وهتنفعك جدا. ولو انتي بقى في بلد الجو فيها ساقعه وتلج، تقدري ان انتي تظبطي لبس شتوي حلو جدا وتجيبي كل القطع والاشكال اللي انتي نفسك فيها. ولو انا فكرت بقى ان انا اشتري لبس شتوي، هيكونوا بالكتير قوي قطعه او 2، حاجات ناقصاني فعلا وانا محتاجاها، وهيكونوا خفاف طبعا مش هيكونوا تقال. وكمان راعي فكره الخروج بتاعك، هل انتي بتخرجي كل يوم، بتخرجي كتير، محتاجه ان انتي يكون عندك لبس كتير واطقم كتير؟ برضو لازم تراعي الفكره دي في دماغك، لان في ناس ما بتخرجش طول الشتاء، بتخرج ايام قليله. في ناس بتفضل انها تشتغل من البيت فما بتنزلش كتير، مش ان انا اشتري لبس كتير واملى الدولاب بتاعي وانا اصلا ممكن اكون ما بلبسوش. نيجي بقى لاهم خطوه في ترتيب دولابنا للشتاء، وهو ان احنا اكيد كلنا عندنا لبس شتوي، ويمكن كتير مننا ملحقش يلبس كل اللبس الشتوي اللي عنده الشتاء اللي فات. بصي بقى، اللي انت هتعمليه ان انت هتطلعي كل اللبس الشتوي اللي عندك، وهتبتدي ان انت تصنفيه كده وتشوفي الحاجات اللي انت فعلا محتاجاها وهتلبسيها، والحاجات اللي انت خلاص ما بقيتيش تلبسيها وهتستغني عنها ومش محتاجاها تاني. ولكن وانت بتعملي الخطوه دي، انصحك ان انت تمسكي القطعه كده في ايدك وتشوفي نفسك، هل انت حباها ولا خلاص ما بقيتيش حابه القطعه دي. لان انت في حاجه ممكن تكوني حباها وما لبستيهاش كتير، بس انت بتحبيها وحابه ان انت تحتفظي بيها، ودي برضو هتكون في مصلحتك. ليه؟ لان انت اوقات ممكن تشيلي حاجه تكون خلاص الموضه بتاعتها السنه دي راحت، ممكن بعد كام سنه ترجع تاني زي ما موضات كتير قوي بترجع. هتكون في مصلحتك انت ان انت تطلعي القطعه دي، هتبتدي تظبطيها وتعملي لها تنسيق جديد وتعيدي ان انت تلبسيها تاني. زي مثلا هوريكم حاجه، شايفين الجاكيت ده، الجاكيت البامب ده؟ اول حاجه
هتصدقوني لو قلت لكم ان الجاكيت ده عندي بقاله تقريبا 10 سنين. الرقم طبعا كبير جدا، ولكن انا من ساعه ما جبت الجاكيت ده وانا حباه جدا، فعلا حباه قوي، ومن كتر حبي اهو زي ما انتم شايفين لسه محتفظه بيه لحد دلوقتي. الجاكيت ده بيروح وبيجي وعليه اوقات كتير بتلاقيه فجاه اختفى وفجاه ظهر تاني، ولكن انا عشان بحب الجاكيت ده انا مش حابه ان انا اسيبه، حتى لو ما بقاش ان هو موجود عادي جدا ممكن اطلعه والبسه. مش بهتم قوي بموضوع ان ده موضه او ده موضته راحت او الحاجات دي كلها، ما دام انا حابه القطعه اللي معايا هفضل محتفظه بيها وهجدد في التنسيقات بتاعتها. وانا بحب الجاكيت ده قوي، شايفين شكله كان فيه فرو من هنا فوق بس انا شلته بوظته، بس مش مشكله، هو الجاكيت جميل زي ما هو. نيجي للخطوه اللي بعد كده وهي ايه بقى؟ القطع التقيله، جواكت تقيله زي الجاكيت اللي انا لسه موريه لكم، في جواكت عندي بتكون تقيله، دي ما تخليهاش في وشك في اول الدولاب كده، خليها بعيد او مش قدامك. ليه؟ لان انت مش هتحتاجيها كتير الا في يومين سقعه وتلج وبرد جامد قوي هتطلعيهم وتلبسيهم عشان ما يلخموكيش ويكونوا ايه على طول قدامك كده في الدولاب. الحاجات اللي تخليها دايما قدامك هي القطع الخفيفه المريحه المناسبه للجو ده واللي انت هتلبسيها كتير وباستمرار. زائد ان انت ممكن تعملي حاجه حلوه جدا، وهي ان انت تعملي من قطعه واحده تنسيقين، زي الفيست اللي ظاهر قدامكم دلوقتي وعملت له تنسيقين زي ما انتم شايفين. التنسيقين مختلفين عن بعض خالص والاتنين عجبوني جدا، وفي نفس الوقت خفيف ومريح وشكله حلو. زي ما انتم شفتوا كده عملنا ايه؟ ضربنا عصفورين بحجر واحد، كترتي عدد الاطقم عندك في الدولاب، قررتي قطعه مريحه جدا، عملتي تنسيقين مختلفين تماما. اكلمكم بقى عن الخطوه اللي انا بحبها جدا 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 وهي اعاده التدوير. بحب فكره اعاده التدوير لان بتخلي الواحد كده يفكر، يبتكر، يحول شيء من شيء لشيء تاني خالص. فانا بحب قوي فكره اعاده التدوير دي في اللبس وفي كل حاجه عموما، لانها بتخليني كمان هعمل حاجه جديده ومش هدفع فيها فلوس كتير، هو مبلغ بسيط قوي تمن الحاجات اللي انا هعدلها في اللبس بتاعي. اوريكم حاجه مثلا من اللي انا اقول لكم عليها ده، بصوا شكله عامل ازاي. خليني كده اوريهولكم الاول يكون واضح قدامكم شكله. يعني انا من ساعه ما جبته وانا حباه جدا بس ما بلبسهوش كتير. طبعا الفكره اللي انا بقول لكم عليها اعاده التدوير دي في الفيديو اللي ظاهر قدامكم دلوقتي. الحمد لله ان الفيديو ده عجب ناس كتير ووصل لناس كتير. لو انتم ما شفتوش الفيديو ده هسيبه لكم في الديسكريبشن تروحوا تشوفوه، لان انتم فعلا هتستفادوا منه قوي. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني برضو اعاده تدوير، فاستنوا الفيديو ده مني ان شاء الله. بصوا القماشه عامله ازاي. القماشه يعني حلوه جدا وفعلا خامه الحاجه حلوه قوي، زائد الشكل بتاعه في كام حاجه كده عجباني، زي مثلا الكم ده. الكم عجبني قوي من ساعه ما جبته، اكتر حاجه اصلا كانت عجباني فيه وهو الكم والتفاصيل بتاعته. فانا ده عشان ما بلبسهوش كتير وعايزه اغير فيه شويه حاجات ما بقتش عجباني، فان شاء الله ده هعمل له تعديل معاكم. نيجي بقى للفكره دي وهي عن حاجات مش هتلبسيها ولكن هتلبسيها برضو تاني. البادي الاصفر ده مثلا، ده انا كنت جايباه في وقت من الاوقات قطعه اساسيه، يعني ده كان اساسي بلبسه، هو ده اساس الطقم بتاعي. انا حابه البادي كلون، وبصوا الفرو بتاعه والنعومه بتاعه الحاجه كده والملمس بتاعتها جميل. حاجه زي القطعه دي، فانا هعمل ايه؟ يا ترى هستغنى عنها ومش هلبسها تاني ولا هركنها؟ بس لا، هلبسها بس اخليها طبقه تانية تحت اللبس. يعني لو انت هتلبسي مثلا جاكيت مفتوح جايبه كوت وعايزه تحطي تحتيه بادي بلون مختلف او تشتري بلوفر، هلبس ده في نفس الوقت لبست حاجه عندي وحلوه وانا حباها جدا كده. انا ما استغنيتش عن القطعه اللي موجوده عندي وبرضو حطيتها في اللبس بتاعي. زائد في حاجه حلوه برضو هقولك عليها، زي ما انتوا شايفين هو في الرسمه او الكلمه اللي من قدام دي. طب لو انت مش حباها او مش هتكون لايقه على التنسيق اللي انت بتعمليه، فكره بسيطه جدا وسهله ان انت هتقلبيه بالشكل ده ومش هيكون باين ان هو مقلوب خالص، لان انت حاطه فوقيه حاجه تانية وهيكون من ورا ساده وناعم وحلو قوي. انا وحشني الشتاء ونفسي بقى الشتاء يدخل. خطوه مهمه جدا برضو في اللبس بتاعك، وهي وانتي لو اللبس بتاعك بقى فيه شويه ديفوهات كده عايزه تتظبط، مش معنى ان انا يحصل حاجه في اللبس اللي موجود عندي ان انا اخد القطعه وارميها. الجيبه دي بليسيه لون اسود يعني لون اساسي، طبعا القماشه بتاعتها حلوه وكويسه جدا وكمان محتاجاها. كل اللي حصل فيها اني لقيت ان الاستك بتاعها من فوق لقيته فك شويه، ان انا هفك الاستك ده وهروح اركب له استك جديد. يعني قطعه زي دي لما الاستك بتاعها يفك اروح ارميها واقول خلاص مش هلبسها تاني او اجيب واحده جديده؟ طبعا لا. خليني اقولك في الحاجات اللي احنا هنعمل لها تعديلات او هنغير فيها، اهم حاجه في الموضوع
انت امسكي الحاجه وامسكي القماشه وشوفي الحاجات اللي فيها. هل القماشه حلوه؟ تمام. هل مثلا ما فيهاش ديفوهات كتير او فيها غلطات وعيوب كتير؟ حاجات بسيطه جدا، حلو قوي. ولو ما فيهاش برضو هيكون افضل وافضل. هل تستاهل ان انا اشتغل فيها واتعب فيها واروح ان انا اظبطها كده؟ يبقى دي اللي انا هتكمل معايا. ما تستاهلش وحسيت ان القماشه مش قد كده والالوان والحاجات دي كلها بهتت وما بقتش حلوه، فانا خلاص هستغني عنها خالص، ولا هشيلها ولا هفكر ان انا البسها تاني. من الخطوات المهمه جدا برضو اللي انا كلمتكم عنها في فيديو قبل كده، استضافه شويه لبس كده من الصيف للشتاء. كلمتكم عن الفكره دي كامله، افتكر انهي فيديو بالظبط وهنزله لكم، تقدروا تشوفوا الفيديو ده وان شاء الله تستفادوا منه كمان بكل الافكار اللي فيه، تزودي كمان بيها عدد القطع بتاعتك. ودي كانت كل الافكار اللي موجوده معانا النهارده. وطبعا عشان تشوفوا الافكار دي كلها بشكل عملي تشوفوها على انستجرام بتاعي بتاع الفاشن والتنسيقات، اللينك طبعا على طول بيكون في الديسكريبشن بوكس. وان شاء الله اكون فدتكم جدا في الفيديو ده، واقول لكم مع الف سلامه.